السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزين اسماء. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نديروا وصفه تاع الشعريه بالرز والدجاج. تجي بزاف بنينه. تبعوا معايا المقادير وطريقه الطبخ. اول حاجه هنايا في الطاجين راح نديروا اللحمه هكا في الكاس. من بعد راح ندير شويه تاع الزيت ونخليه ثاني كيحمر. هنايا راح ندير حبه تاع الخل كرفجه، راح نديرها في الزيت ونخليها هكا تتقلى. بعد ما تتقلى كما راكم تشوفوا راح نزيد نص تاع الدجاج. درت هنايا هذه الفخذ هنايا درتها كيما هاك ونخليه يتقلى مع الدجاج. هنايا زدت معاهم غرفه كبيره تاع المارغرين، يعني تطيب لنا في الطبق تاعنا، نخليهم كامل يتقلاو مع بعض. هنا راح ندير الملح، يعني راح ندير التوابل هكا. درت شويه تاع الملح. هنايا راح ندير الكركم، ندير تاني راس الحانوت، وتاني راح ندير السكنجبير. هذو هما التوابل اللي درتهم. نخلط مليح البصل نخلطها كيما هاك ونخليهم كامل يتقلاو مع بعض. هنايا خليتهم يتقلاو في جهه وفي جهه اخرى. راح نحمص الشعريه هذيك، يعني شوربه طويله. درت هنا في كسرونه ولا في مقله، ولا درت شويه تاع المارغرين مزيان الزبده هذه، خليها تذوب كامل. من بعد راح ندير تقريبا نص باطه تاع شوربه طويله هذه. درت هذه نص باطه ونخليها تحمص. هنا راح نمرق كيما راكم تشوفوا. بعد ما تقلات لي مليح الدجاج مع البصل والزيبيس. هنا راح نبدا نمرق فيها. مرقتها بالماء حامي حتى تغطى كامل الدجاج، وراح ندير 2 وريقات نتاع الرند ونغطي عليها ونخليها تطيب حتى يطيب مليح الدجاج. وهنا في جهه اخرى راني مخليها كيما راكم تشوفوا هذه الشعريه تتحمص. بالنسبه للرز هنا ثاني كرت نص باطه تاع غسلته مليح الرز، غسلته باش ما يجيكمش معجن. غسلته قريب 4 خطرات، غسلته شليته كامل هكا باش ما يتعجن لكم. من بعد راح نديرو فوق هاد الشعريه تاعنا، وراح نديرو كما راكم تشوفوا هنايا كي قرب يطيب الدجاج. درت الحمص. هنا الحمص ثاني كي درتو طايب على بها درتو مع التالي. كون ديروه هنايا غير منفخ تقدروا ديروه معلول باش يطيب لكم مليح. دونك درتو هنايا طيبته في الكيكوطه هكا ودرناه ديريكت هنايا في المرقه تاعنا ونخليها طيب مليح. وهنا في نفس الوقت هي الرز تاعنا راح دوكا بعد ما يعني يتحمصوا شويه راح ندير لهم الملح. من بعد ما تقلاو شويه راح نبدا نمرق فيهم. هنايا مرقت تقريبا 2 عبار ونص ولا حتى 3 عبار تاع الماء، فوالا حتى غطيتو كامل. هنايا ما كفاتنيش الكسرونه، من بعد عاود درتو في الكيوطه هكا تكون شويه كبيره باش تكفيكم الرز تاعكم يطيب مليح. وفي الاخير هنايا بعد ما طابت المرقه تاعنا الدجاج ها هو طاب. دوكا راح كي نبدا قبل ما نحطوه في طبق التقديم راح نبدا نحمصو، يعني شغل نحمرو هنايا مقله واحده اخرى ولا كسرونه واحده اخرى. درت شويه تاع الزيت وراح نبدا نحمر فيها الدجاج تاعنا باش يجي محمر هكا من فوق. وهنايا ها هو كان طاب الرز تاعنا، كان صاي طاب الرز. درتها في كيكوطه كما راكم تشوفوا كان طاب جا بزاف بنين. وهذا هو الطبق تاعنا في صحن التقديم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. جربوها في الدار اكيد راح تعجبكم. شوفوا كيفاش جا مزربه، ما جاش كامل معجن ولا حاجه.
نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. هاي المرقه تاني هنايا كما راكم تشوفوا جات خضره، جات بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوا الوصفه تاع اليوم وان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه اخرى ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم، ابوني في لاشين، والى اللقاء.